مرحبا بالجميع. اليوم بذكر لكم من واقع الأحداث كيف أن الاقتصاد قد يصنع مآسي تسجل في التاريخ. الكل اليوم يتكلم عن مأساة حلب المبكية، الله يخفف عنهم وينهي معاناتهم، ولكن وش علاقة الاقتصاد بحلب؟ يعني بتكلم كيف الاقتصاد هو جزء كبير من مشكلة حلب بالذات، وجانب ما أحد تطرق له سابقا. أنا بحاول أبسط الموضوع وفيه معلومات جدا مشوقة، ولكن البعض ربما يقول فيصل أنت يمكن تفهم بالاقتصاد، ولكن وش يفهمك بحلب؟ صحيح أنا نصفي مهتم بالاقتصاد وحماية المستهلك والتجارة، لكن نصفي الآخر صحفي وفضولي حركني لأشياء كثيرة. وأنا ما أحب أتكلم عن نفسي كثير أنا، لكن أنا في جانب عندي مهتم وشغف بمعرفة الجماعات المتطرفة وخصوصا في سوريا. لذلك أول من كشف داعش عندما انفصلت عن جبهة النصرة وحذر منها هو أنا. أيضا أنا الصحفي السعودي الوحيد الذي التقى بالجيش الحر. واللي يبغى فيه مفضلتي في تويتر من عام 2013 و2012 كثير من التغريدات التحذيرية من داعش وقبل لا تسمى حتى داعش. طيب أنا سقت معرفتي بهذا الموضوع قبل حتى يطمئن اللي يسمع، وقبل لا نتكلم وش الرابط بين الاقتصاد وحلب شوفوا خريطة حلب أول شيء. موقع حلب الخرافي أهلها لأن تكون أقدم مدينة في العالم من 12 ألف سنة، ولكن أيضا هي أقدم مدينة مأهولة. شلون؟ أقدم مدينة في اختلافات هل هي حلب أم دمشق أم مدن أخرى، ولكن كلها قام فيها حضارات واندثرت، فما عاد هي مأهولة إلا حلب. حلب اندثرت فيها حضارات إما بسبب تشرد أو موت أو أوبئة، ولكن كمأهولة من 6000 سنة حتى هذا اليوم هي أقدم مدينة. ليش؟ طيب بسبب موقعها الجغرافي، ربط بين عدة دول، موقعها خرافي ومذهل، وأيضا هي سلة أغذية رهيبة. في الدولة العثمانية كانت أثرى مدينة منتجة للدولة بعد اسطنبول والقاهرة هي حلب، وهي الأهم بسبب جغرافيتها. أيضا في الخمسينيات ظلت حلب لوحدها تصرف على كل سوريا، وتركيا ظلت تطالب بحلب وتطالب حتى اقتصت أجزاء منها حتى اليوم ومدن تابعة لها. للعلم وكثير منكم ما يعرف حجم الصناعة المهولة والزراعة في حلب، شيء لا يخطر على بال بشر إلا من يشوفه بعينه. وأكاد أزعم لا يوجد مدينة وصل إنتاجها لكل بيت مثل حلب. عندنا كلنا بطريقة أو بأخرى سواء صناعيا أو زراعيا. إنتاجها وصل إلى روسيا، إلى دول أوروبا الشرقية، إلى كل الدول العربية، بل صناعتها مذهلة جدا ولديهم حلول صناعية خطيرة وبسيطة. حتى المصانع لما تتقادم وكائنها ما يجدون لها حلول، يذهبون للبحث عن حلول في حلب. يعني عندهم شيء جدا مذهل. طيب وش الرابط بعد كل هالكلام في مأساتهم اليوم؟ السبب أنه الكل يطمع فيها ويعرف أنها هي لب ارتكاز الثورة السورية. آخر مدينة دخلت في الثورة السورية هي حلب بسبب تمكن النظام داخلها ومطاردة كل من يحاول أن يثور ضده، لأن النظام يعرف أنه إذا سقطت حلب ستنجح الثورة السورية. ولكن شو اللي حصل من الكل بعد ذلك؟ بعد ما بدأت الثورة في حلب بدأت كل الفصائل تتنازع على حلب، الكل دخل فيها، الكل يبغى يكون داخل حلب أو قريب منها. أهلها من صناعيين، اللي قدر يفكك مصانعه ويهرب وياخذ تجارته، واللي ما قدر هرب. للأسف سرقت مصانعه وثرواته. مع الأسف الشديد هربت كثير من الآثار الحلبية والمصانع إلى تركيا. مع الأسف الشديد تركيا كان موقفها مخزي في هذا الموضوع. وللأسف أغلب المتطرفين دواعش وقاعدة من الخليج ودول المغرب العربي وغيرها دخلوا لسوريا عن طريق تركيا، والآثار التي سرقت أصبح لها سوق مفتوح في مدن الجنوب التركي، ولا أحد سأل لا أمن ولا غيره في تركيا مع الأسف الشديد. المهم فصائل الجيش الحر وغيرهم من القاعدة وغيرهم تمركزوا حول حلب، لكن ما كانوا يحاربون. وش السبب؟ الكل جمع عتاده وواقف حول حلب ينتظر متى تسقط ومتى يسقط النظام حتى يبسط نفوذه على حلب، فلذلك تخاذل الجميع. فالكل يعرف عنده 20 و15 ألف مقاتل ودبابات ومدرعات، لكن يقول أبى أستخدمها بعد ما تسقط حلب وأدخل وأفرض نفوذي عليها.
ذلك بقي ثوار مخلصين داخل حلب ولكنهم قلة، ومو كلهم مسلمين، ترى في منهم مسيحيين وفي منهم أرمن وفي منهم علويين أيضا. فكل هذا الصراع الدائر، كل من يريد أن يبسط نفوذه على حلب حتى لو مهدمة، سلتها وصناعتها ستعود بسرعة والكل يعيها. فهي لعبة اقتصادية قذرة من كل الفئات إلا من قلة من الثوار حتى يريدون مرحلة ما بعد. روسيا، حزب الله، إيران، الثوار المتخاذلين، عناصر التطرف، كلهم يريدون حلب. لذلك يقصف النظام مع إيران مع روسيا. أول ما قصف المستشفيات في حلب لا يريدونهم حتى أن يتعالجون، وأصبحت اللعبة مثل إيش؟ مثل اللي عنده صندوق كنز وكل من يقاتل الآخر حتى لا يصل إليه، خلهم يموتون بعدين أنا آخذه. هذه هي الفكرة اللي حاصل الآن. المجرم بشار وأعوانه يريدون القضاء على الثورة في حلب، ولم تدمر مدينة كما دمرت حلب للسبب الاقتصادي القوي. لأنه حلب لو بقيت بيد الثوار ممكن أن تصرف عليهم غذائيا وصناعيا ويصنعون صواريخ ومدرعات وكل شيء حلب قادرة على صناعته. حماة على سبيل المثال ما فيها صناعة، لذلك هادئة. حمص دمروا ما حولها بسبب الثوار وظلت هادئة إلا حلب. في كلام كثير بس ما بأطول عليكم، ولكن أنا أنقل لكم صورة وجزء لم يتكلم عن أحد، اللي هو الأثر الاقتصادي في هذه المأساة الإنسانية الضخمة. عندما التقيت بشباب الجيش الحر قبل سنتين، اللي حطيت الحوار قبل شوي كان نازل في صحيفة الحياة، وأغلبهم مات الله يرحمهم، كانوا يتكلمون عن تخاذل من فصائل الثوار. وللعلم داعش دخلت فترة بسيطة داخل حلب ولكن تمركزت في ضواحي حلب. ومعلومة مهمة، لا يمكن أن يوجد النظام وداعش في وقت واحد ومكان واحد. يعني المكان اللي ينسحب منه النظام تأتي فيه داعش، وداعش إذا أراد النظام أن تخرج من مكان وهو يأتي فيه يأتي. شوفوا التحالف القوي. يعني روسيا تقول نضرب حلب للقضاء على داعش، مع أنه ما في دواعش. دواعش في الرقة وعاصمتهم في الرقة، ومع ذلك ما دخلوها ولا يقصفون الرقة. اللي يقصف الرقة التحالف. تقصف حلب لأنه هي المصدر الاقتصادي الذي إذا اختل كل شيء، ويريدون السيطرة عليه بأي ثمن، ولذلك يسكت العالم الغربي عن ذلك. عموما كان الله بعون إخواننا في حلب، بلد صلاح الدين والمتنبي والبحتري وأبو فراس الحمداني، هذا مآلها للأسف. شكرا.